صباح الفل يا حبايبي، وحشتوني. اختكم هناء بتصبع عليكم. بصوا يا حبايبي، دي الحصيره اللي جابها لي الحاج محسن، زوج صاحبتي هويدا. ربنا يرضى عليه ويكرمه يا رب. احساس جميل اما تلاقي ان ليك اخوات، هم مش اخواتك من يعني من اهلك، بس اخواتك بالعشره وبالاخواتك بالمعروف. اخويا الحاج محمد محسن، ابو محمد واحمد وعبد الرحمن، ربنا يكرمه، جاب لي الحصيره دي. هي هويدا زميلتي عبد الرحمن هي اللي علمتني اعمل الجبنه ازاي، وقالت لي اعملها ازاي. طبعا قلت لها كملي جميلك وهاتي لي الحصيره. الحاج محسن راح جايبها ومعفقها لي كده بالايادي ان هي تتعلق كده، وظبطها تمام التمام. دول 2 كيلو جبنه. تمام، ال 2 كيلو جبنه دول انا هضيفهم على فين؟ على الحصيره اهي، عشان قالوا لي لازم يعني الحصيره بتدي تست احسن واجمل. هعلقها طبعا بعد ما افضي اللبن كده، هعلقها في حته هاويه. اساسا الحصيره اللي هي جايه لي هي قد المطبخ بمعنى اصح، فمش عارفه بصراحه هعلقها فين، ولكن هو ربنا هيسرها ان شاء الله وهتبقى جميله باذن الله. دول 2 كيلو جبنه، 2 كيلو لبن انا غليتهم وسبتهم يدفوا كده زي دمعه العين، وبعدين خلطت عليهم زبدايه بنقطه خل كده، واضفتهم على بعض. قعدت اقلبهم لغايه ما تجانسوا. وبعد كده دفيت الفرن. بعد ما دفيت الفرن عمل رحت حطاهم فيه، طفيت عليهم الفرن طبعا، واديني اهو فضيتهم. قمت الصبح لقيتهم ما شاء الله الله اكبر جمعوا جبنه. انا كده هعلقهم. طبعا انت لازم تبقي معلقاهم على حاجه بحيث ان هم هيسقطوا كده، فهتحط لهم حاجه تصفي تحتيها. تمام يا حبايبي، ادعوا لي بقى اعرف اعلقهم في حته هاويه، وربنا ييسر الامر. صباحكم خير وهنا مع اختكم هناء ابراهيم رمضان.